ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده بقى بعد السحور قمت اعمل لهم صوبيا على ما الفجر يأذن كده نشربها، فقلت بقى اصورها معاكم وتشوفوا الطريقه بتاعت اللي انا بعملها بيها. طبعا بقى في ناس هتضحك وتقول يا الصوبيا عايزه طريقه. الصوبيا بتحط اللبن على الصوبيا والسكر ونقلب ونشرب. احب اقول لكم لا، الصوبيا ليها طريقه، وزي ما بنشربها كده ساعات في المحلات بتبقى مختلفه عن البيت تماما. يبقى كل مكان وليه طريقه، انا بعملها بطريقه حلوه فقلت اصورها معاكم وان شاء الله اتمنى ان هي تعجبكم. هنبدأ بقى دلوقتي. هجيب سلطانية وهحط فيها زي ما احنا شايفين كده. انا طبعا مش هكتب المقادير، انا هقول كده على طول المقادير لان الطريقة سهلة وبسيطة قوي. هحط فيها زي ما احنا شايفين كده 3 معالق كريم شانتيه، وهحط عليهم شوية لبن في الاول كده، وهبدأ اعملهم بالمضرب اليدوي. عايزة اقول حاجة بقى، انا عندي بصراحة مضرب كهربا بس انا مكسلة اطلعه. عايزه تعملها في الخلاط ماشي، عايزه تعملها بالمضرب الكهرباء هتدي بقى قوام حلو قوي قوي، والوش بتاعها هيبقى عالي جدا. انا بصراحه استسهلت بقى عملتها بالمضرب اليدوي على طول. هحط عليها بعد كده معلقتين زبادي. يبقى انا حطيت 3 معالق من الكريم شانتيه، وبعدين حطيت شويه لبن، وبعدين ضربتهم، وبعدين نزلت عليهم بمعلقتين زبادي. الزبادي البلدي اللي هو ليه وش كده عامل زي القشطه كده، وبعدين ابدا ازود اللبن. هقلب كده كويس. هجيب بقى السكر واحط عليه. طبعا السكر ده بيرجع حسب الرغبة بتاعتك، انا عارفة هعمل كمية قد ايه علشان كده انا حطيت كمية السكر دي على الايه الخلطة اللي انا عملتها. انا لحد دلوقتي لسه ما حطيتش الصوبيا. انا بس هحط اللبن الاول، هكمل اللبن كده وانا بضربه، وفي الاخر خالص هضيف عليه الصوبيا. بصوا، هي الطريقة دي بتاخد كيلو ونص لبن. عايزة اقول بقى لو اللبن غالي او يعني صعب ان انت تحطي كمية اللبن دي، ممكن تحطي نص لبن ونص مية. بس عايزة اقول لكم كل ما اللبن بيكون اعلى كل ما بيكون كمية اللبن اكتر يعني، كل ما بيكون احسن. دي بقى الصوبيا انا ضفتها يعني بيعادل كده تقريبا 5 معالق. هبدأ بقى اقلبها كويس. شايفين بقى القوام بتاع الصوبيا بقى عامل ازاي؟ ده طبعا علشان الكريمة والزبادي اللي انا ضفته وضربتهم في الاول مع بعض كده باللبن. شايفين الجمال؟ شايفين الوش الكريمي ده حلو قوي. عايزه اقول بقى لو انا ضربت بالمضرب الوش ده كان هيبقى عالي، هيديني يعني علو اكتر من كده طبعا. هو كده انا قلبته، بس الدسامه برضو موجوده بتاعه الكريمه والزبادي اللي انا ضفته على اللبن وانا بعمل السوبيا. حطيته بقى طبعا في الشفشق بتاع التقديم علشان ابدا اصب. وبكده يا جماعه وصلت معاكم لنهايه الحلقه. يا ريت تجربوا الطريقه وتقولوا لي على رايكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وشير، وكمان لو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ونفسي اقول لكم تفضلوا معايا. يلا مع السلامه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عشان نلحق نشرب الصوبيا قبل ما الفجر يأذن. وكل سنه وانتم طيبين.